هاي قائمة اللاعبين للمنتخب الوطني العراقي اللي تم استدعائهم من قبل الاتحاد العراقي وليس من المدرب حتى يخوضون مباريات الملحق يوم الاربعاء 1/4 الساعة 6 صباحا امام بوليفيا او سورينام. هاي القائمة ضمت اكثر لاعبين جاهزين حتى يخوضون مباراة الملحق يوم الاربعاء، يعني لاعبين على مستوى عالي، خلينا نقول تقريبا افضل قائمة شهدها المنتخب الوطني بعد كأس آسيا الأخيرة طلعنا بيه ضد الأردن. المباراة راح تكون يوم 1/4 يوم الأربعاء الساعة 6 الصبح بتوقيت العراق، الساعة 7 بالليل بتوقيت المكسيك. المنتخب العراقي صار له 3 أيام هو بالمكسيك، جاي ياخذ وحدة تدريبية وجاي باقي اللاعبين المحترفين والمغتربين جاي يلتحقون بالمعسكر على مود تكون وحدة تدريبية كاملة، والعراق راح ينتظر الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام. إذا ردنا ننتهي لكأس العالم وهي مباراة واحدة وملحق وفاصلة، لازم نلعب بأفضل اللاعبين بأفضل تشكيلة، ونرجو من الاتحاد العراقي عدنان درجال ويونس والبقيه انه خلص يتركون المنتخب بهاي اللعبه، خلوا المدرب يختار هو الانسب، ولا تجي عليه وتقول من افضل تشكيله ينزل بها المنتخب العراقي. انا راح اقول لك حراسه المرمى احمد الباسل، ظهير ايمن ابراهيم بايش راح يكون افضل، ظهير ايسر ميرخاز دوسكي، قلوب الدفاع ريبين واكام، لاعب خبره ريبين، اكام لاعب قوي جاي يلعب مع ناديه، اعتقد هو افضل الموجودين. خط الوسط ايمار والعماري، امامهم كيفن يعقوب، بيتر جورجيس اللي هو افضل لاعب عراقي حاليا بالدوري، افضل جناح وافضل لاعب بالدوري العراقي اللي هو بيتر جورجيس جناح ايمن. جناح ايسر راح يكون ماركو فرج، المهاجم ميمي. ولا تنسوا عندنا زيدان اقبال وهواي لاعبين يقدرون يسوون حل. اتمنى من المدرب يختار التشكيل الافضل والانسب، لان هاي المباراه مو مال مجاملات، مو مال اي شيء، خلاص انزل بالتشكيل الافضل، التشكيله اللي تشوفها تستحق، اللاعبين اللي جاهزين ولاعبين. زيدان اقبال علي الحمادي ترى ما جاهزين، راجعين من اصابه وما صار لهم وايد يرجعوا للتدريبات ورجعوا للعب، فما اعتقد راح يلعبون اساسيين، واحتمال واحد منهم راح يصعد على المدرجين. 3 لاعبين راح يكونون خارج المباراه لان الاتحاد الدولي يطلب منهم 25 لاعب، وهاي القائمه تضم 28 لاعب. بالاول والاخير لازم الكل يدعم المنتخب الوطني، خاصه هاي الفتره لحد يوم المباراه، فنطلب من اعضاء الاتحاد برئيسه، الجماهير، الاعلام، القائمين على المنتخب، كل شخص عراقي لازم يدعم المنتخب الوطني. هاي الفتره ابتعدوا عن المشاكل، ابتعدوا عن السلبيات، ابتعدوا عن النقد. هي مباراه واحده ب6 الصبح لحد 8 يفوز العراق كاس العالم، راح يصير عليك يوم تاريخي وانجاز تاريخي، وتشوف منتخبك يلعب بامريكا وتتونس عليه.